معبد دندور معبد مصري قديم من العصر الروماني، كان موجودا بالنوبة المصرية، ويوجد الآن كما ترون في متحف المتروبوليتان بنيويورك منذ عام 1978. المعبد كان بيقع على الشاطئ الغربي وعلى بعد 78 كيلو متر إلى الجنوب من أسوان أمام قرية دندور. وقد شيد المعبد في عهد القيصر أغسطس الذي أهداه إلى الآلهة إيزيس وأوزوريس، وأيضا إلى شخصين عاديين اعتبر بطلي حرب، هما باديسا والذي يعني اسمه عطية إيزيس، وباحور والذي يعني اسمه عبد حورس. وقد شيد المعبد من الحجر الرملي بمقياس 25 متر من البوابة الأمامية إلى الخلف، و8 أمتار من أعلى نقطة حتى أدنى نقطة. وغرفة الهيكل اللي هي قدس الأقداس المطلة على النيل 30 متر عرض، وتوجد حوائط تحيط المعبد من البوابة الثانية لتفصل الهيكل عن مياه النيل. والمعبد مزين جزئيا بنقوش، قاعدة المعبد مزينة بنقوش نبات البردي واللوتس التي تنبت من النيل والتي ترمز إلى الإله حابي إله النيل. وأعلى بوابة المعبد مزينة بقرص الشمس المجنح والذي يرمز إلى الإله حورس. وعلى الحوائط الخارجية بيصور الإمبراطور أغسطس كفرعون وهو بيقدم العطايا إلى الآلهة إيزيس وأوزوريس وولدهما حورس. وبيوجد تصوير مشابه في الغرفة الأولى من المعبد يظهر فيه أغسطس يصلي ويقدم العطايا والقرابين للآلهة. وتوجد على باب الغرفة الوسطى للمعبد نقوش للبطلين باحور وباديسا، وهما يتعبدان للآلهة إيزيس وأوزوريس. خلف المعبد يوجد هيكل منحوت في الصخر يرجح وجوده قبل تشييد المعبد، ويعتقد أنه يرجع للأسرة السادسة والعشرين. وعند انتشار المسيحية تحول الجزء الأوسط من المعبد إلى كنيسة زالت آثارها إلا بعض النقوش القبطية، حيث توجد بعض النصوص التي سجلت فوق جدرانه مكتوبة باللغة القبطية تتحدث عن تحويل هذا المعبد إلى كنيسة، ويبدو أنها سجلت حوالي عام 577 ميلاديا، وأوصى بتسجيلها الملك النوبي أكسيانومي. أما قصة إهدائه لمتحف المتروبوليتان فتم نقل المعبد من مكانه الأصلي في عام 1963 لإنقاذه من الغرق بعد بناء السد العالي بأسوان، وتقديرا للجهد الذي بذلته الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على آثار النوبة من الغرق. قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإهداء معبد دندور إلى الحكومة الأمريكية، وقد قامت الولايات المتحدة بمجهود كبير لنقله، حيث كانت حجارة المعبد تزن أكثر من 800 طن، وبلغت أكبر قطعة حجرية 6.5 طن، وتم نقله في 661 صندوق بواسطة شركة الشحن الأمريكية SS كونكورديا ستار. وفي 27 أبريل عام 1967 تم منحه لمتحف المتروبوليتان، والذي قام بإجراء تعديل كبير في المتحف أوائل السبعينات لتشييد جناح جديد خصيصا ليشغله معبد دندور الذي أعيد تركيبه بنفس شكله القديم. نعم، كما ترون يا سادة، فهذا هو معبد دندور الذي تم إهداؤه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويقف أمامكم شامخا محفوظا في هذا المتحف. شكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.